السلام عليكم. فيديو النهارده هكلمكم عن كذا حاجه. اول حاجه هكلمكم عن التكليف، تاني حاجه من الادوات اللي انتم محتاجينها في اولى تمريض، تالت حاجه تعملوا ايه بعد ما تتخرجوا من كليه تمريض وايه الفرص المتاحه ليكم، رابع حاجه لو انت ملحقتش كليه تمريض انت عاوز تدخل مجال التمريض تقدر تدخل معهد ومن هناك تقدر تدخل على الكليه. فهكلمكم برضو عن شويه عن معهد. اول حاجه هكلمكم عن التكليف. التكليف زي ما نزلت بوست النقابه العامه للتمريض في مصر ان التكليف مش هيتلغي، لان في عجز كبير في التمريض في المستشفيات وفي كمان مستشفيات بتتبني، فالتكليف مش هيتلغي، فما تقلقش نفسك من النقطه دي خالص. تاني نقطه، ايه هي الادوات اللي انتم محتاجينها في سنه اولى كليه تمريض؟ اول حاجه محتاجين لاب كوت اللي هو بالتو وترمومتر، ممكن تحتاجوا كمان سماعه، ممكن تحتاجوا كمان جهاز ضغط. بس اذا كانت سماعه او جهاز الضغط انتوا ممكن تجيبوهم بس ان انتوا تستفادوا منهم في البيت للاستخدام الشخصي، لان في الكليه ما بتطلبش ده. انتوا بتدرسوا كل الحاجات دي في الكليه بس مش اساسي او مش بالضروره ان انتوا تجيبوها. والاي دي هتعملوا لما تدخلوا الكليه، وكمان في سكراب انتوا بتجيبوه في سنه تانية. انتوا هتقولوا لي السماعه اصلا بنحتاجها ليه في كليه التمريض؟ اول حاجه بنستخدمها ان احنا بنقيس الضغط، تاني حاجه بنعمل اسكلتيشن للشست والهارت والابدومن عشان نسمع الباول ساوند. وكل الحاجات دي ما تخافوش انتوا تعرفوها لما تدخلوا ان شاء الله اولى كليه تمريض وتدرسوا كل الحاجات دي. بس اهم حاجه ما تجيبوش اي ادوات خالص غير لما تدخلوا كليه تمريض. كليه الدكاتره هيعرفوكوا ايه الحاجات اللي انتوا محتاجين تجيبوها، فما تجيبوش اي حاجه وتكلفوا نفسكم خلاص. تالت نقطه، فرصك ايه بعد ما تتخرج من كليه تمريض؟ هي حقيقه كليه التمريض ليها فرص كتيره جدا، حتى لو مثلا التكليف ما بقاش موجود، ده اذا يعني التكليف ما بقاش موجود ليك فرص كتير جدا تعملها. اول حاجه تقدر تستلم تكليفك اللي هو سنتين وتقدر تشتغل في المستشفيات واخصائي تمريض وتتعامل مع المرضى في مستشفيات الجامعه او وزاره الصحه. تاني حاجه لو انت مش حابب اصلا تشتغل في المستشفيات وليك في مجال التدريس، تقدر تكون مدرس في معاهد ومدارس التمريض، انك تكون معيد في قسم من اقسام الكليه، بس دي محتاج انك ترتب على الدفعه وتذاكر كويس. تاني حاجه الماجستير مدته من سنه ل3 سنين، لازم يكون تقديرك العام وفي ماده التخصص كمان ما يكونش اقل من جيد. وبعد الماجستير تقدر تعمل دكتوراه اللي هي من 3 سنين ل5 سنين، تقدر تقدم في جامعات خاصة او حكومية وتبقى دكتور في الجامعة. تالت حاجة بالنسبة للزمالات، الزمالات كتير جدا ومنها زمالة التخدير، زمالة الاطفال وحديث الولادة مدتها 3 سنين، وزمالة مكافحة العدوى مدتها برضو 3 سنين، وزمالة النساء التوليد، وزمالة المعلوماتية الصحية لو انت ليك في مجال الكمبيوتر تقدر تدخلها ومدتها 2 سنين. اخر زمالة الارواء القلبي، دي زمالة مهمة جدا مدتها برضو 2 سنين. اثناء عمليات القلب المفتوح يتم ايقاف القلب ويتم تشغيله على جهاز قلب صناعي، فانت الجهاز ده بيبقى ليها جهاز كده معين انت مسؤول عن كل حاجة في الجهاز، ولازم تبقى دارس كويس قبل الجهاز ده عشان تقدر تتعامل. رابع حاجة الدبلومات، لو انت مش حابب انك تتعامل مع المرضى وفي المستشفيات بيبقى شغلك بعيد كل البعد عن المرضى، تقدر تدخل دبلومة الجودة مدتها 1 سنة. تاني حاجة دبلومة مكافحة العدوى مدتها 1.5 سنة، تبقى اخصائي تاني مكافحة العدوى، بتبقى مهمتك ان انت تتأكد كل الموجودين في المستشفى بيطبقوا سياسة مكافحة العدوى. تالت حاجة دبلومة الإدارة مدتها 1 سنة، وتمسك إشراف على كل الأقسام في المستشفى، أو رئيس تمريض في المستشفى، انت بتتعامل مع كل الممرضين الموجود في المستشفى. لو حابب تشتغل في أكاديمية عسكرية 6 شهور ملازم أول أخصائي تمريض، هي مش ملائمة خالص للبنات. ممكن كمان بعد التخرج من كلية تمريض لو انت حابب السفر تقدر تسافر. ألف مبروك للي جاله كلية تمريض. لو انت كنت عاوز كلية تمريض حابب مجال التمريض تقدر تدخل معهد فني تمريض ومن هناك تقدر تدخل كلية. طب معهد فني تمريض بيبقى 2 سنين دراسة و6 شهور امتياز. لو انت عاوز تدخل كلية بعد المعهد انت شد حيلك في المعهد وجيب تقدير عالي عشان من هناك تقدر تدخل سنة تانية كلية. او لو انت مش حابب اصلا تدخل كلية تقدر تاخد 2 سنين الدراسة و6 شهور الامتياز وسنة التكليف وتشتغل على طول. مواد الدراسة بتختلف من معهد لمعهد، وسنة أولى في معهد فني تمريض هي نفس المواد اللي أنا قلتها في الفيديو اللي فات، اتكلمت عن أولى كلية تمريض بكل حاجة فيها، نفس المواد بتاعت سنة أولى كلية بس كمية المواد بتختلف. فأولى سنة معهد بتدرس ايه غير اللي أنا قلته في الفيديو اللي فات؟ التواصل في التمريض، تمريض بالغين، جراحة عامة، لغة إنجليزية، تغذية تطبيقية، حقوق الإنسان. سنة تانية بتدرس تمريض وطب نساء وتوليد وأطفال وجراحة أطفال واستراتيجيات وانجليزي وتمريض نفسية، تمريض صحة مجتمع وتمريض مسنين وإدارة وأساسيات جودة. وبرده من سنة تانية زي كلية تمريض بتجيبوا برده السكراب، واللون بتاع السكراب بيختلف من معهد لمعهد. بس فده كده فيديو النهارده خلص، يا رب يكون عجبكم. لو عجبكم متنسوش تعملوا اشتراك للقناة ويدوسوا لايك عشان يوصل لأكبر عدد من الناس وتفهم عن الكلية والمعهد بشكل أحسن.